في زمان كان الجمال فيه عملة والنسب شرف والمال مكانة. ظهر إنسان ما كانش معاه حاجة من دول، لكن اسمه بقى خالد في قلوبنا لأنه ما كانش عنده حاجة غير حاجة واحدة بس، الإيمان. دي قصة الصحابي اللي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال عليه هذا مني وأنا منه، قصة جليبيب رضي الله عنه. من هو جليبيب؟ كان جليبيب رجل من الأنصار، فقير قصير القامة دميم الوجه، يعني اسود، يعني لا نسب له ولا مال ولا جاه، ما كانش في حاجه تخليه ملفت للنظر. ومش بس كده، الناس كمان كانت بتتجنبه. لكن مين اللي يهتم بيه؟ سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في يوم من الايام سيدنا محمد قال له جليبيب انت مش ناوي تتجوز؟ فرد جليبيب باستحياء وقال يا رسول الله مين اللي هترضى بيا؟ مين اللي هيوافق يجوز بنته راجل فقير ملهوش حسب ولا نسب وكمان مش شكله مش حلو؟ لكن النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال له اذهب لبيت فلان من الانصار وقل لهم رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب لك بنفسه، يا الله على الجمال. قام راح جليبيب سمع كلام سيدنا محمد وقابل ابوه وقال له سيدنا محمد بيقول لك انا جاي اخطب بنتكم. طبعا طار من الفرحه وما صدقش نفسه، فكر ان سيدنا محمد جاي يخطب بنته. بس بعد كده لما عرف ان جليبيب هو اللي جاي يخطب بنته اتصدم وقال له طب استنى كده هسأل امها. وبعد كده الراجل راح لمراته وضرب بينهم نقاش بس ما كانش موافقين. علشان اختصر عليكم، المهم ان العروسه سمعت كلام ابوها وامها وخرجت لهم بسرعه وقالت لهم اتردون على امر رسول الله والله لن اتزوج الا جليبيب. وكانت ساعتها من اجمل نساء المدينه. وبعد ما اتجوزها خرج جليبيب في معركه مع سيدنا محمد. وبعد انتهاء المعركه سيدنا محمد بيسأل هل تفتقدون احد؟ قال نعم نفتقد فلان وفلان. قام راح قال سيدنا محمد انا افتقد جليبيب، دوروا عليه. وبعد ما لقوه لقوا 7 من الكفار جنبه ميتين وهو استشهد. قام راح سيدنا محمد راح عند جسده وقال هذا مني وانا منه. يا الله، في زمن بيقيس الناس بالمظهر جليبيب علمنا درس، مش مهم شكلك ولا نسبك ولا فلوسك، المهم تبقى من رسول الله ورسول الله منه. احكي قصة جليبيب عشان اللي فقدوا الثقة في نفسهم ويعرفوا ان قيمتهم مش في شكلهم، قيمتهم في ايمانهم وطاعتهم وصدقهم. وكده خلصت قصة من اجمل القصص. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وان حابين ان اعمل لكم قصة تانية عرفوني في التعليقات. سلام.